السفارة الأمريكية بالاحتلال الصهيوني للجولان المحتل، يعني ضرب بعرض الحائط بالقوانين الدولية كلها، حتى الأمم المتحدة تقول خلاف ما قال ترامب. لكن الجرائد هذه تقول السبب اللي خلى المغرب يعيد مكاتب التمثيل ولا المكاتب الاقتصادية هو أنه حصل على مكافأة من الرئيس ترامب. أنت ترفض أن الأمر كان مقايضة بسبب الصحراء؟ أنا أرفض أنه كان مقايضة، ولكن في نفس الوقت حتى أكون موضوعيا أنا أؤمن أن كان عاملا تحفيزيا، كأنه سرع عملية إخراج هذا الأمر، هذه المفاوضات التي كانت منذ سنوات. المغرب إلى اليوم يؤمن أن القدس ليست هي العاصمة التابعة لإسرائيل، هي نصيب العرب ونصيب المسلمين حاضر فيها. والله يا أستاذي العزيز، أنا هؤلاء المطبعون عندما يعني يستميتون في الدفاع عن مواقفهم أتوقعهم كمن يقول للفلسطينيين إننا نريد أن نقتلكم من أجل أن نحييكم. فإذا كنا نتوقع أو نتصور أنه يمكن بعث الحياة في ميت، حينها سنصدق بأن هؤلاء المطبعين يطبعون من أجل أن ينصروا القضية الفلسطينية. أولا. ثانيا، أنا أقول لك أستاذ الحامدي، لماذا تأخر هؤلاء إلى هذا الوقت؟ تأخروا، هم يؤدون دورا ضمن خطة مرسومة بدأت بتدمير العراق وتحييد مصر وإضعاف سوريا وتهديم ليبيا والدور على الجزائر. حين أضعفت دول الممانعة كشفت حقائق هؤلاء الذين كانوا منذ زمن مطبعين. فعندما يقول أخي المغربي بأننا لسنا نطبع الآن، فعلا هم كشفوا عن علاقة موجودة من قبل. إذن المسألة غريبة جدا، يعني كيف يطرحون هذا الطرح؟ أنا لو كان لي جزائريون يقومون بنفس الدور الذي أو ذهبوا إلى أرض فلسطين بالطريقة التي ذهب بها المغاربة، لما حق لي أن أفتخر بهم أبدا، وإنما أفتخر بجزائريين مجاهدين مقاتلين كما هو الجزائري في كل مكان دفاعا عن أرضهم وعرضهم. أمر غريب. أما عندما يتكلم عن مسألة المواطنة، يا صديقي أنا أتمنى أن تكون للمواطنة التي تتحدث عنها نفس القداسة داخل أرض المغرب. هذا شيء أعتز به كثيرا، ولكن لم تبدو لهم هذه المواطنة عزيزة ولا حقوق إلا في أرض فلسطين. ثم عندما تقارن بين جنسية أو مواطنة أو مغربية المغربي الموجود على أرض فلسطين المحتلة ومغربية المغرب كما تتحدث عنها أنت، جنسية المغرب الموجود في الصحراء الغربية، أقول لك لا، الأمر مختلف. هذا أنت تنسب إليه جنسيتك ولا تريد أن تسقطها عنه. ولو كان لنا جزائريون بالوضع الذي تفتخرون به لطالبنا النظام الجزائري بإسقاطه، وطالبنا دولتنا بإسقاط الجنسية عنهم لأنهم محتلون وداعمون للمحتل. أما ما تعلق بالصحراء الغربية فهؤلاء لا يريدون جنسيتك. أنا أتكلم بالموضوعية هنا. هؤلاء يقولون لك لسنا مغاربة وأنت تريد أن تجبرهم على جنسيتك. أما الآخرين الذين ذهبوا إلى فلسطين محتلين أو داعمين للمحتل أو مستجيبين لنداء المحتل، فهؤلاء طعنوا هذه القضية التي تقول أنت عنها أنها قضية عادلة، طعنوها في الظهر وأعانوا عليها. فكيف تريد أن تقول لي بأن هؤلاء مغاربة لهم حقوق؟ أي حقوق لمعتد تريد أن تحفظها؟ هؤلاء يريدون أن يخلطوا مفاهيم الإنسانية جملة واحدة. إذن أعتقد أنه يجب أن نتجاوز هذه المرحلة، وأقول بأن المطبعين لم تخسر القضية الفلسطينية بفقدهم شيئا، لأنهم كانوا كذلك، وإنما هم الآن كشفوا عن حقيقتهم. المسألة أنا بالنسبة إلي ما فقده النظام المغربي في هذه القضية، وأقول إنه فقد شرف العدالة. هذه قضية عادلة طعنت. الشرف العربي المرتبط بقضية فلسطين تخلى عنه المغرب. فإذا أردتم أن تعرفوا ماذا خسرتم، ماذا خسر النظام المغربي، فقد خسر شرفه في هذه الصفقة. الذي جرأ هؤلاء الآن على الحديث إنما هو تحطيم العراق وسوريا واستبعاد مصر ومحاصرة الجزائر وتحطيم ليبيا التي لا يمكن أن ينكر دورها في دعم القضايا العربية وفي دعم النضال العادل في العالم كله. إذن أقول في هذا الزمن البغاث تستنسر، في هذا الزمن الذي غاب أسود الأمة العربية، غابت الدول القوية أو حيدت أو
ضربت الدول العربية المحورية المركزية، أصبح المغرب وغير المغرب يفعل هذا ويقول إذن لا تحاولوا طبعوا كما شئتم، لا تحاولوا أن تقنعونا بأن هذا حق، فإنني أدرك أنكم تدركون بأنكم لستم على حق، ولكنكم مجبرين على تبرير هذه المواقف. والله أنا بهذا المنطق لا يقولون مش قضية عادلة، يقولون هذه مصلحة، نستبدل مصلحة بمصلحة، ولا يحدثون عن العدالة ولا عن الشرف العرب. عندما تصبح القضية قضية مصلحة، نعم يصبح الكلام مفهوما، لا تحدثون عن المبادئ ولا عن القيم، وافعلوا ما شئتم، لكن أن تحاولوا أن تقنعونا بهذا المسار لا يمكن أن نقتنع به. فالحاصل الآن أن المغرب لا يمكن أن يحدثنا عن عدالة القضية الفلسطينية، لأنه باع شرفه في سوق نخاسة أمريكو صهيونية. خلاص، للمغرب أن يقول ما يشاء ولا أن يدافع عنها بما يشاء، ولكن أن يربطها في القضية الفلسطينية ويبيع الحق العربي الحق الإسلامي في فلسطين من أجل ما يعتقد بأنه حق في الصحراء الغربية، أعتقد هذا لا يمكن أن ينسب لا إلى الرجولة ولا إلى الشرف ولا إلى العدالة في شيء. أستاذ عثمان، الكلمة لك إذا تحب تعلق على ما سمعت. طبعا الأخ محمد، تفضل. وفي الحقيقة أنا أستغرب لوجود مثل هذا الخطاب. أنا أحترم ضيفكم، ولكن أنا أعتقد أن عدالة القضية الفلسطينية انتكبت من أمر واحد، وهو لغة الشعارات. هذه اللغة التي في الحقيقة لم يستفد منها أي أحد، وأعتقد أن القضية الفلسطينية هي القضية التي تأذت من الشعارات. نستطيع أن نقول فلان خائن، خان القضية، باع الوطن، هذه الدولة أفضل من هذه الدولة، الجزائري أفضل من المغربي في تعامله مع القضية الفلسطينية، ونبدأ في الشعارات. ولكن هذا باب الشعارات لا يخدم القضية الفلسطينية. يعني لا أستطيع أن أخاطب زميلي أو الشعب الجزائري بنفس الكلمات التي خاطب بها الزميل المغرب. أنا لا أستطيع أن أقول أن الجزائر باعت القضية الفلسطينية في سوق النخاسة. عندك حق، المسألة فعلا هي مسألة بيع قضية فلسطينية. المغرب لم يبيع القضية الفلسطينية بتاتا. هناك أمور علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. أنا هنا لست في إطار المزايدة، أستطيع أن أزايد ولكن لا أريد أن أزايد. حينما لا تستطيع أن تقوم بالحرب عليك أن تفتح منافذ السلام. أنا هكذا أفهم العلاقات الدولية. لماذا الإصرار على الحديث على أن الأمر هو خدمة لفلسطين؟ لماذا لا يقول المغرب بكل صراحة فعلنا هذا من أجل الصحراء؟ لماذا لا تقول للناس الذين يسمعونك والله ضحينا في هذه المسألة، خلاص قدمنا تنازل، لكن لا يعني أما أن تصوره أنك أنت فعلت هذا من أجل القدس ومن أجل القضية الفلسطينية ومن أجل فتح مسارات، يعني هذا الكلام غير منطقي. فلماذا لا تقول أخ عثمان للناس الذين يسمعونك أوكي نحن عندنا قضية تهمنا اللي هي الصحراء، أخذنا هذا المكسب وخلاص، لكن أنتم تصر على أنكم أنتم طبعتم من أجل فلسطين، صعبة شوية قبولها ولا لا؟ هذه قناعتك. أنا لست هنا حتى أغير قناعتك، أنا هنا لكي أوضح قناعتي فقط. هذا من جهة. من جهة ثانية، لماذا لا نقلب السؤال ونقول ما الذي ربحته القضية الفلسطينية إذا ما سحبنا السفراء؟ أستاذ محمد، والله هؤلاء سيقتلوننا كمدا وحزنا. أعزب لهذا التفكير لو أن آباءنا وأجدادنا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس فكروا بهذه الطريقة لكنا الآن ولايات فرنسية. عندما لا تستطيع أن تدافع عن حقك، عندما لا تستطيع أن تحمي عرضك وأرضك، عليك أن تبحث عن الطرق الدبلوماسية. تبا للطرق الدبلوماسية الذي ربانا عليه آباؤنا وأجدادنا الثوار المجاهدون. إذا لم تستطيع أن تحمي أرضك وعرضك فمت وأنت تحاول. ولو لم يفكروا بهذه الطريقة ويموتوا من أجل حماية الأرض والعرض لما تحررت بلداننا. ما هذا الذي يسوقه لنا هؤلاء الآن أصبحوا أخطر علينا من اليهود. هم يقولون لا تقدموا شعارات ولكن قدموا سفارات، لا تقدموا شعارات ولكن قدموا تبادل اقتصادي. لا أتحداهم أن يثبتوا لنا ما الذي قدموه للقضية الفلسطينية، وش داروا بالسفراء بالمكاتب. أنا كذلك أتحداك ما الذي قدمت للقضية الفلسطينية. ما الذي قدمت؟ أنا قدمت جزائريين ماتوا في فلسطين جهادا من أجلها. الجزائر هي التي المغرب كذلك شارون عندما تحدث في مذكراته. نعم سأجيبك، دعني أجيبك. شارون عندما تحدث في مذكراته تحدث عن الجبهة الجزائرية وقتالها الباسل من أجل فلسطين. أبناء الجزائر، أنا قلت أعطيتك مثال، الاستشهادية السلام المغربي كانت جزائرية.
أنا أسألكم أنتم ما الذي لا أزايد تقدمون؟ على الجزائر هي التي المسألة ليست مسألة شعارات. لا تقاطعني، فأنت رفضت أن أقاطعك. أستاذ عثمان معليش دعني أقول وليس شعارات. أنتم تقدمون السفارات، تقدمون عمالة. أنا أقدم شعارا معليش، لكن لا أقدم عمالة. أنت تقدم شعارات. أن يحتل بيت أخيك لا تفاوضه على غرفة منه، لا تجلس معه في بيتك في غرفة من غرف. هذه جملة شعارات. أنا ما أريد أن لا تزايد على المغاربة. أنتم الآن أصبحتم تمثلون دورا أخطر من اليهود. لا نقول شعارات فقط، وإنما ندفع من أجل القضية الفلسطينية، ولا يمكن أن نتنازع عن هذا الحق دعما للفلسطينيين، لأن الذي يحرر الأرض الفلسطينية هو الفلسطيني بدعم العرب والمسلمين، كما أن الذي حرر الجزائر هو الجزائريون بدعم العرب والمسلمين، والذي حرر تونس بدعم العرب والمسلمين، والذي حرر المغرب هو المغاربة بدعم العرب والمسلمين. فيا أخي إذا كانت هذه الشعارات فلنقل شعارات أفضل من أن نفتح السفارات. أنا أؤيد الشعارات مقابل السفارات والتطبيع الاقتصادي الذي تريدون أن تطبقون به. عندما أصبح يتربص بالجزائر، نعم هذه ثمار هذا الموقف، وهم أدركوا من قبل بأنه ما دام العرب مجتمعون، ما دامت هذه الدول المحورية قوية ومتماسكة، فإنهم لن يستطيعوا فعل شيء، ولذلك استهدفوها واحدة. ولذلك نعتقد أنه نحن في الجزائر كدولة عربية محورية نعتقد بأننا مستهدفون من أجل هذا. هل تتبنى الكلام الذي يقوله بعض الجزائريين من أن التطبيع اللي حصل بين المغرب وتل أبيب يمكن أن يشكل خطرا أمنيا على الجزائر؟ هذا رأي الرسمي، نعم. أعتقد بأنه هذا جزء من الخطة التي تريد أن تقترب من الجزائر. كيف يكون التطبيع المغربي الصهيوني خطر على أمن الجزائر؟ كيف؟ عندما تصبح الصفقات تعقد بهذا الشكل، يعني كل شيء ممكن. لم تعد هناك قيم، لم تعد هناك مبادئ. لمجرد أن نختلف معك يمكن أن نستعين بأي شيء وأي كان. طيب تفضل أستاذ عثمان، الكلمة لك. وأولا زميلي لا تخاف، الجزائري لا يخاف مني يعني، وبالتالي المسألة أكبر لا نحن لا يقعد الجزائري يموت ولا يخاف. خوف طبيعي. عندما أخاف أحتاط لا أجبن، عندما أخاف لا أبحث عن طريق الدبلوماسي، عندما أخاف أعد نفسي من أجل أن أحمي أرضي وعرضي. هذا هو المغرب لم يعترف بأن القدس إسرائيلية، القدس عربية، القدس عاصمة لفلسطين، القدس تؤطرها القوانين الدولية. ثالثا وهذا الأهم، إذا كان زميلي يعتبر أن يتغذى من الشعارات أمر كافي ويكفيه، هذا لا يكفينا، وأنا أعتقد هذا لا يكفي أي فلسطيني. الشعارات ولا زمنها، إذا كنت ترى أنها تكفي أفضل من السفارات ولا تكفي، إذا كنت ترى أن الشعارات تكفي فالقضية لا تحتاج شعارات. تجاوزنا مرحلة الشعارات. أنا كما قلت في السابق، لو تم إنقاذ روح إنسان واحد انطلاقا من المسالك الدبلوماسية، هذه الروح بالنسبة لي أنا على الأقل، بالنسبة للمغرب على الأقل غالية، والمغرب ينخرط في هذا المسار حتى يحافظ على أي روح إنقاذها من اجتثاث إجرامي غير مقبول. طيب عثمان، حتى ولو عاشت روحا ذليلة، أي روح ذليلة عما تتكلم؟ روح ذليلة، روح هذه شعارات، روح ذليلة، روح شعارات عندكم يا رجل. أنتم تسوقون الشعارات لا معنى لها. فهمني فقط الحفاظ على الروح كيف يعني؟ يضيع أرضي وعرضي وأحافظ على روحي، تبا لروحي أمام أرضي وعرضي. ممتاز. أنا أنصحك أن تأخذ حقيبتك تذهب إلى فلسطين فجاهد حينها جاهد. أما الآن المغرب عمليا ينخرط في مسار حقيقي، هذا المسار في شيء ملموس، هذا الشيء الملموس انخرط فيه المغرب. أنا كما أقول إذا كان هذا المسار أنقذ روح واحدة، أنا بالنسبة لي أمر كافي. ألم يكن الأولى أن دولنا نحن هي التي تقود المعارك الدبلوماسية؟ لكن لما من الشرق والغرب دولنا وحكوماتنا تسلم وتستقبل وفود نتنياهو وتتواصل مع نتنياهو وهو فرحان مسرور هو وترامب
وكل مرة يحسبوا دولة تتنازل لهم. أليس هذا خذلانا لشعب فلسطين ولقضية فلسطين؟ أنا أولا أقول لك، أنا أشرت إلى فكرة مهمة وأنا أتفق معك فيها، هو أن لو كانت الآراء العربية موحدة كان سيكون الموقف أكثر قوة. أنا أتفق معك، وهذا أمر يؤكده النظام المغربي. النظام المغربي يؤمن بضرورة تطبيع على الأقل العلاقات ما بين المغرب والجزائر في أكثر من خطاب، في أكثر من ممارسة، في أكثر من محفل. أكد المغرب على ضرورة توطيد العلاقات مع الجارة الشقيقة الجزائر لأمر بسيط، لأن توطيد هذه العلاقات يغلق هذه الفجوة. وإيمانا منا كذلك أن هذا الشقاق الذي حاصل اليوم بين هذه الدولتين الشقيقتين إذا ما تم ردعه حينها تكون حسابات أخرى، مقاربة أخرى. ولكن إلى هذه اللحظة نحن نعلم جميعا أن هناك تعنت. الخطاب الرسمي المغربي فتح هذه المسألة، أكثر من خطاب من الملك أعلن بشكل صريح وواضح ضرورة فتح علاقات مع الجزائر من أجل التقوية. أنا ما أعرف أن تقوية العلاقات المغربية الجزائرية هو يصب ليس فقط في القضية الفلسطينية، سيصب في كل القضايا بالنسبة للمغرب وبالنسبة للجزائر. نحن في النهاية ظهر للجزائر والجزائر ظهر لنا، فبالتالي توطيد العلاقات المغاربية بشكل خاص والعربية بشكل عام أكيد سيعزز الترافع من أجل القضية الفلسطينية. ولكن هذا هو المنشود، ولكن الواقع شيء آخر. الواقع هو أن هناك إرادات، هناك أنظمة مع الأسف تأبى أن تقوم بجسر هذه الهوة، أن تقوم بعملية توحيد الأنظمة كما تم توحيد الشعوب. الشعب الجزائري والشعب المغربي لا يكاد يوجد فروقات كبيرة بينه وبين بعضه، ولكن إلى هذه اللحظة لا زال النظام المغربي والنظام الجزائري بطبيعة النظامين، طبيعة نظام ملكي وطبيعة نظام آخر قائم بالأساس على توغل وتغول مجموعة من الجنرالات داخله. هذه الطبيعة العسكرية مع الطبيعة الأخرى المناظرة للمغرب هي التي تحول دون هذا التقارب، هي التي تحول دون أن تكون هناك إرادة مشتركة، هي التي تحول دون التوحد ما بين الدولتين بشكل خاص، ومن ثم أن يكون هناك توحد مغاربي، ومن ثم أن يكون هناك توحد على الأقل شمال إفريقي أو عربي لما لا. فبالتالي التطبيع علينا أن لا نربطه بأنه خذلان القضية. هناك نماذج. إذا ما أردتم أن تهاجموا المغرب في هذه الخطوة التي قام بها اليوم مع إسرائيل وتشككون في نزاهة مساعيه الإنسانية بالنسبة لعدالة القضية الفلسطينية، علينا أن نحمل هذا الحس النقدي على كل الذين قاموا بهذا المسار، ولو حفاظ على روح إنسان واحد داخل الرقعة الفلسطينية الشريفة. فبالتالي هذه مقاربتنا. نحن لا نشكك في نزاهة مقاربة نظائرنا سواء الجزائر أو تونس أو أي دولة عربية أخرى، ولكن على الأقل علينا أن لا نشكك في صدقية نوايا المغرب. يزعجني في حديث الأخ عثمان عندما يتحدث عن حفظ الروح، وعندما نحفظ روح واحد. يا أخي قضية فلسطين مش قضية روح، قضية وجود، قضية هوية. الفلسطينيون قضية، فعندما نتحدث عن حق الحياة لا يا أخي، هم يريدون أن يموتوا من أجل قضيتهم. نتحدث عن دولة، عن الدولة الفلسطينية، عن تاريخ، عن هوية، عن حضارة طمست، عن أرض احتلت، فلا تختصرها في الحياة. هؤلاء مستعدون لأن يضحوا بحياتهم من أجل أن يحرروا أرضهم وأن يقيموا الكيان الفلسطيني دولة مستقلة وشعب حر على أرضه. عندما تختزلوها فقط في حفظ الحياة، لو نستطيع أن نحفظ نفسا واحد يا صديقي، من يفكر بأن يحفظ نفسا فلا يمكن أن يدافع عن حق ولا يمكن أن يقاتل. لو فكر الجندي في كل دولة بمنطقة حفظ الحياة لما حمل السلاح من أجل الدفاع عن أرضه وعرضه. ثم يا أخي ما دمت قلت فيه متغيرات دعت إلى هذا الصراع، يعني فلسطين أو المحتل الإسرائيلي كان عنيفا، كان قاتلا، وتحول إلى حمل وديع يربط على أكتاف الفلسطينيين ويطعمهم ويسقيهم ويقيم دولتهم. ما الذي تغير في سلوك إسرائيل حتى تتغيروا أنتم؟ ما الذي تغير؟ إسرائيل هي إسرائيل، المحتل هو المحتل. ما لم يستطع أن يفعله أو ما لا يستطيع أن يقوله الآن يقوله بالنيابة عنه يهود العرب الذين يتبنون رأيه أكثر مما يتحدث عنه هو.
المشاهد يحكم يسمع كما يسمع. خدمة الصهاينة ما قام به المغرب عليه أن لا يقارن بما قامت به الدول العربية الأخرى لأمر بسيط، لأن ما قام به المغرب مخالف قام به قبلها، وقام بها المغرب، قام بذلك قبلها يا أستاذي. قام به ولكن لم يبدل السفارات، لا يوجد هناك تبادل سفارات. كان يستطيع أن يبدل السفارات ولكن لم يستطيع. كان يستطيع أن يعترف بأمور هناك عديد يدعون أن المغرب اعترف بها ولكن المغرب لم يعترف. القدس إلى اليوم حسب التصريحات المغربية، حسب الوجدان المغربي، حسب المغاربة، هي عاصمة للفلسطينيين والفلسطينيين.